تمام، عاملين ايه يا رجاله؟ هنبدا بقى الحصه ان شاء الله. لو في حد مش فاهم حاجه يقول، انا كده كده فاتح المايك ليكم كلكم يعني. تمام، واحنا مع بعض اهو. هنشرح حته حته كده في الدرس، وبعد كده هتلاقوا الدرس مرفوع على اليوتيوب عادي النهارده. تمام. الناس كلها شايفه كده المذكره احنا شغالين منها، رافع لكم المذكره قدام ايه؟ في حد مش شايف او في حاجه مش واضحه قدامه؟ الناس كلها شايفه الكلام كويس ومركزه. نبدا ايوه. مع بعض كده. لو في حد مش فاهم حاجه يقول، هنبدا بالراحه كده. اخدنا اخر حاجه، الدولة البطلمية في مصر. فاكرين البطالمة اللي هو بدأت من بطليموس الأول لغاية كليوباترا السبعة؟ كنا مقسمينها عصرين. عصر قوة بيبدأ من بطليموس الأول لغاية بطليموس الثالث، وعصر ضعف بيبدأ من بطليموس الرابع لغاية كليوباترا السبعة. فاكرين انتوا الجزئية دي؟ احنا خدناها. تمام. ولو افتكر كده اسباب سقوط البطالمه، قال لك ايه؟ قال لك دوله البطلميه سقطت بسبب ضعف الحكام، اللي هم في العصر البطلمي الثاني الحكام كانوا ضعاف، سواء بطليموس الرابع او الخامس لغايه ما نوصل لكليوباترا السبعه. رقم اثنين، ثورات المصريين اللي كانت دايما على حكام البطالمه. رقم ثلاثه، زياده نفوذ الدوله الرومانيه ودخولها في شؤون مصر. مين بقى الدوله الرومانيه دي؟ ده اللي هناخده الدرس ده. الدوله الرومانيه دي قصده بيها الدوله اللي قامت من روما وامتدت عملت امبراطوريه كبيره. الدوله دي الامبراطوريه بتاعتها بدات تظهر في فتره الضعف اللي بدات فيها دوله البطالمه تبقى ضعيفه. واستطاعت الدوله الرومانيه في فتره قليله انها تسيطر على البحر المتوسط كله. تاخد البحر المتوسط، عارفين البحر المتوسط بيبقى بين قاره اوروبا وقاره افريقيا. هي استطاعت في فتره قليله انها تسيطر على البحر المتوسط كله بين اوروبا وافريقيا. وبقاش قدامها غير مصر، عايز تسيطر على مصر بقى عشان تبقى خلاص كده بقى البحر المتوسط حته منها. طب هي دلوقتي مين اللي بيحكم مصر؟ البطالمه. طب هي ايه علاقتها بالبطالمه؟ قال لي علاقتها بالبطالمه كانت عباره عن ثلاث مراحل. المرحله الاولى، دوله البطالمه دوله قويه ودوله رومانيه دوله قويه، فكانت علاقه ود وتبادل تجاري، الاثنين بيحترموا بعض. البطالمه دوله قويه ايام بطليموس الاول والثاني والثالث، والدوله الرومانيه دوله قويه، فمش لازم نحارب بعض. في بيننا ايه؟ تبادل تجاري، ود وتبادل تجاري. بتيجي في الامتحان اكمل، يقول لك المرحله الاولى في بين البطالمه والرومان كانت ايه؟ اسمها ود وتبادل تجاري، ده كانت ايام البطالمه الاوائل. المرحله الثانيه مصر بدا البطالمه يبقوا ضعاف شويه، فهنا المرحله الثانيه اسمها فرض الحمايه. روما بدات تحمينا. طب تحمينا ازاي؟ بدات تتدخل سياسيا في شؤون مصر. بنشوف مثلا انها بتقف مثلا مع بطليموس ال 12 وال 13، ويجيبوا كليوباترا يمسكوها الحكم جنب اخوها، ولما اخوها يموت هي اللي تمسك الحكم لوحديها. فده كله تدخل سياسيا في شؤون ايه؟ مصر. المرحله الثالثه بقى تدخل سياسي وعسكري لغايه ما سيطرت على مصر، الحرب اللي هتقوم وتخليها تسيطر على مصر. يبقى انا عندي كم مرحله؟ ثلاث. الاولى اسمها ود وتبادل تجاري، يبقى المرحله الاولانيه كانت ود وتبادل تجاري، ده اللي بيحصل بين كل دول العالم، علاقتنا كويسه ببعض وبيحصل بينا تبادل تجاري، بنشتري ونبيع من بعض. المرحله الثانيه اسمها فرض الحمايه، روما بدات تتدخل سياسيا في شؤون مصر. المرحله الثالثه تدخل بقى سياسي وعسكري. خلي بالك اسامي العناوين المراحل دي مهمه، يجي في الامتحان لازم يجيبها لك اكمل. مرحله تسمى بايه؟ تقول له ود وتبادل تجاري. المرحله الثانيه فرض الحمايه. المرحله الثالثه تدخل سياسي واحتلال عسكري. دول اسامي الثلاث مراحل. يرجع بقى يقول لك هنحكي عن المرحله الثالثه اللي هو التدخل السياسي لغايه الاحتلال العسكري، هنحكي فيها بقى. دي بدات من امتى؟ بيقول لي بعد ما يوليوس قيصر مات حصل حرب اهليه في روما. يعني ايه حرب اهليه؟ يعني الدوله الرومانيه اتقسمت وبيحاربوا بعض. الدوله الرومانيه اللي احنا لسه قلنا عليها امبراطوريه كبيره، كانت تقريبا واخده معظم البلاد اللي حوالين البحر المتوسط، وفاضل لها مصر بس وتبقى سيطرت على البحر المتوسط كله. حصل فيها حرب اهليه واتقسموا بين اتنين قاده، واحد اسمه انطونيوس والتاني اسمه اكتافيوس. صلح اسمه، مفيش طه، كاف. اكتافيوس او اوكتافيوس. يبقى انطونيوس واوكتافيوس اتخانقوا مع بعض، فانتهت الخناقه دي اللي هم قالوا هيقسموا الامبراطوريه الرومانيه ما بينهم. اوكتافيوس هياخد الجزء الغربي للامبراطوريه، انما انطونيوس هياخد الجزء الشرقي. الجزء الشرقي ده اللي هو قصده بيه ايه؟ الجزء بتاع مصر وفينيقيا ناحيه شرق اوروبا يعني، والجزء الغربي هياخد روما وناحيه غرب اوروبا. تمام. فهم قسموها كده، يعني مصر هتبقى غالبا مع انطونيوس، هم لسه ما احتلوناش، بس يعني العلاقه بيننا وبين بين روما هتبقى من خلال انطونيوس، مش تبقى من خلال اكتافيوس خلاص. فكليوباترا السبعه شافت الخناقه دي، شافت انطونيوس واكتافيوس بيتخانقوا مع بعض،
خلي بالك انطونيوس واكتافيوس اصلا اخوات، بيتخانقوا مع بعض، والاثنين عايزين يورثوا يوليوس قيصر. فكليوباترا السبعه بتتفرج على الخناقه دي كده، قالت طب ما انا ادعو انطونيوس واتحالف معاه ونتجوز مثلا، واروح احارب اكتافيوس، ولو انتصرنا هبقى انا انطونيوس ساعتها هيحكم روما كلها، وانا هبقى مرات الامبراطور اللي بيحكم روما كلها، وساعتها احكم روما. ده تفكير كليوباترا، طموحها انها هي تحكم روما كلها. فكليوباترا دعت انطونيوس اللي هو حاكم الجزء الشرقي اللي هو يجي يزور مصر، فاعجب بها وتزوجها. وهنا حصل توتر بينه وبين اكتافيوس. اكتافيوس برضك مش غبي، فهم قال لك ما هو لو اتجوز كليوباترا معنى كده اللي هو هيبقى معاه جيش زياده يجي يحاربني بيه، فلازم الموضوع ده يخلص دلوقتي، وراحوا محاربين مع بعض معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. تاني، تاني بقى اللي يهمني الاسامي دي، اللي يهمني اللي حصل حرب يسطا، اهليه. ايه نتائج الحرب الاهليه؟ ايه يا حبيبي؟ طب هو ايه ايه سامعك؟ سبب الخناقة ما بين اوكتافيوس وانطونيوس؟ الاول كان على الورث بتاع يوليوس قيصر، ابوهم يوليوس قيصر لما مات بيتخانقوا مين فيهم اللي هيحكم مكانه. في بس الاخر ثانية، اتفقوا ان هم مش كان في واحد ابن اخوه التاني كان اللي هو النائب بتاعه او الوزير بتاعه؟ دي وظيفتهم هناك، لكن هم في الاساس الاثنين ولاده، واحد متبنيه اللي هو اكتافيوس ده ابنه بالتبني، وواحد ابنه اه، ابن غير شرعي. ايوه. فهم الاثنين ماشي. ولاده اصلا، كان خناقه ما بينهم. ماشي. تمام. تمام. الاثنين اتخانقوا مع بعض، ساعتها مين اللي يحكم روما؟ بس هنا بقى السؤال المهم، ايه النتائج المترتبه على المعارك او الحرب الاهليه اللي كانت في روما؟ ان روما اتقسمت جزئين، الغرب مع مين؟ اكتافيوس، والشرقي مع انطونيوس. يبقى انا عندي جزء غربي مع اكتافيوس وشرقي مع انطونيوس. صفي بيبعت لي، عمال يبعت لي على الواتس، انا مش عارف ارد عليه. يبقى الشرقي مع انطونيوس والغربي مع مين؟ اكتافيوس. تمام كده. اللي بعديها بقى، ايه النتائج المترتبه على دعوه كليوباترا السبعه لانطونيوس لمصر، اللي هو اعجب بها وتزوجها، وهنا حصل توتر في العلاقه بينه وبين ايه؟ اكتافيوس. هنرجع نحارب بعض تاني اهو، فقامت معركه اسمها اكتيوم البحريه. معركه اكتيوم البحريه دي مهمه جدا. معركه اكتيوم البحريه اسبابها ان انطونيوس اتجوز كليوباترا، وادى ابنائها بعض الاقاليم في الشرق اللي هو كان فتحها، وضمها الحكم، اداها لمين؟ لابناء كليوباترا. اتنين، ان انطونيوس كان بيجي يحتفل بانتصاراته في مصر مش في روما. المفروض انت كقائد روماني بتنتصر تعال احتفل عندنا في روما، لا انا بروح احتفل فين؟ في مصر. يبقى تاني، يبقى ما تفسر في الامتحان توتر العلاقه بين انطونيوس واكتافيوس. السبب الرئيسي اللي انطونيوس اتجوز كليوباترا واداها لابنائها بعض الاقاليم في الشرق. السبب الثاني اللي انطونيوس بيجي يحتفل بانتصاراته فين؟ في مصر مش في روما. طب معركه اكتيوم البحريه دي مشهوره جدا، هي كانت 31 قبل الميلاد، مشهوره انتوا خدتوها من وانتوا صغيرين. نتائجها اكتافيوس انتصر على انطونيوس، لان احنا واخدين من الدرس اللي فات اللي الدوله الرومانيه هي اللي هتيجي تحكم مصر. فطبيعي يبقى معركه اكتيوم البحريه لو كان انطونيوس هو اللي انتصر كانت مصر اللي حكمت روما، لكن ده روما هي اللي حكمت مصر، يبقى اكتافيوس هو اللي انتصر وانطونيوس راح انتحر. ومين كمان انتحر؟ كليوباترا راحت منتحر. كده مصر ما يبقاش ليها حاكم غير مين؟ غير اكتافيوس اللي انتصر في الحرب. فاصبحت مصر ولايه رومانيه سنه 30 قبل الميلاد، والتاريخ ده مهم جدا جدا جدا. مصر بقت امتى ولايه رومانيه؟ تقول له 30 قبل الميلاد. يبقى مصر كانت امتى ولايه رومانيه؟ تقول له ايه؟ 30 قبل الميلاد. في حد مش فاهم كده؟ في حد قاعد مش فاهم؟ في حد قاعد مش فاهم حاجه من اللي فات؟ رجاله لا يا مستر. والبنات اللي معانا، في حد قاعد مش فاهم؟ الناس كلها فاهمه؟ طيب نكمل. هناخد بقى مستر الحضاره عمر وائل بيبعت بيقول، مستر عمر وائل باعت على الشات بيقول انا. عايز ايه؟ طب مش فاهم ايه يا عمر؟ طيب آخر جزء. عمر قول لي مش فاهم ايه؟ آخر جزء اللي هو بتاع الخناقة ما بينهم. بيقول ايه اللي في الخناقه مش فاهمه؟ هما دلوقتي اتنين اتخانقوا مع بعض خناقه، كان في خناقه اولانيه وخناقه تانيه. الخناقه الاولانيه كانت اسمها حرب الاهليه في روما، ودي اتفقوا فيها في الصلح يا عمر اللي هم هيقسموا روما جزئين، جزء شرقي هيبقى مع انطونيوس وجزء غربي هيبقى مع اكتافيوس. فاهم ده؟ تمام تمام اه. طيب الخناقه التانيه ليه؟
عشان انطونيوس راح اتجوز كليوباترا وبقى بيحتفل بانتصاراته في مصر، وادى عيالها اجزاء يحكموها من الدوله الرومانيه، من الحاجات بتاعته هو ادى عيالها منهم. فهنا حصلت مشكله بينه وبين مين؟ بينه وبين اخوه اكتافيوس، فقامت ما بينهم معركه اسمها اكتيوم البحريه. يبقى انا عندي الخناقتين، الخناقه الاولانيه دي بتسمها حرب اهليه، والثانيه بسبب اللي هو اتجوز كليوباترا السبعه. تمام؟ فاهم كده؟ اه تمام. المعركه اكتيوم انتهت بمين اللي انتصر؟ بالاكتافيوس هو اللي انتصر، ومصر بقت تبع دوله رومانيه. الجزء اللي جاي في الدرس بقى هيقول لي الحضاره الرومانيه في مصر كانت عامله ازاي. اول حاجه فيها هنتكلم عن الحياه السياسيه. الحياه السياسيه يعني مين اللي بيحكم؟ احنا خدناها ايام البطالمه، الحياه السياسيه الملك البطلمي، فاكرين حكم مصر حكم مطلق. فاكرينها ليه؟ لانه يعتبر نفسه فرعون أكنه وملك فرعون. واله. فاكرينها دي؟ فرعون وملك واله. الدوله الرومانيه، أيوة. مصر وإله. كانت بتخضع مباشره لاشراف اكتافيوس. خلي بالك اكتافيوس مش قاعد في مصر، اكتافيوس مش هيقعد في مصر، مش زيه زي البطالمه. البطالمه كانوا قاعدين في مصر، مصر مركز الحكم. انما اكتافيوس قاعد في روما، هو دوله رومانيه، ومصر مدينه تابعه ليه زي دلوقتي كده. الحاكم بيقعد في القاهره، القاهره هي العاصمه. طنطا مدينه تابعه ليه، لكن هو مش قاعد عندنا. فنفس الحكايه مصر ساعتها بقت ولايه تبع الرومان، فمش قاعد عندنا الحاكم. الاول كان بطليموس بيقعد عندنا لانه كان بيحكم مصر، كانت مركز حكم. انما مركز الحكم دلوقتي فين؟ في روما، فاحنا تابعين لروما، احنا مع روما. فبقال لي ان مصر ساعتها مين اللي كان بيشرف عليها؟ كان الامبراطور بنفسه بيشرف عليها، وده معناها ان مصر كانت مهمه جدا بالنسبه لهم. خضعت مصر لاشراف اكتافيوس مباشره. المفروض ان مصر يبقى في واحد بيحكمها وخلاص، اكتافيوس يعين اي حد مكانه. زي مثلا لما السيسي معين عندنا محافظ، في عندنا محافظ بيحكم وتابع السيسي، لا هو اكتافيوس كان بيحكمنا بنفسه، مباشر حكمنا بنفسه. تاني حاجه، ودي كانت من ايام البطالمه، المصريين محرومين من حكم الاشتراك فين؟ في الحكم. دي كانت ايام البطالمه برضو، احنا مالناش في حكم بلادنا، احنا في الشعب اللي موجود في الحكم، لكن مين اللي بيحكم؟ حد من الرومان. والرومان كانوا عاملين حمايات عسكريه في مصر، يعني جزء من الجيش بتاعهم في مصر عشان يدافع عنها. يبقى نظام الحكم، مصر كانت تخضع تحت اشراف مين؟ اكتافيوس. تاني حاجه، المصريين كانوا محرومين اللي هم يحكموا بلادهم. ثلاثه، الرومان كانوا عاملين حمايات عسكريه قويه للدفاع عن الايه؟ البلاد. طب اللغه بتاعتنا زي ما احنا، اللغه اليونانيه هي اللغه الرسميه اللي كانت ايام الايه؟ فاكرينها؟ ايام البطالمه، مش البطالمه خلوا اللغه اليونانيه هي اللغه الرسميه؟ فجه أيوة. الرومان خلوا اللغه اليونانيه هي اللغه الرسميه بتاعت البلاد. بس في الجيش لاتيني، اللغه بتاعتهم بقى، ما هو اصلا الجيش بتاعهم، فهيبقى في الجيش اللغه الايه؟ اللاتينيه اللي هي اللغه بتاعتهم. فاهمين دي؟ انا دلوقتي واحد روماني، فاللغه بتاعتي لاتيني، اللغه اللاتينيه بتاعتي. فخلاص انا سايب لكم البلاد، النظام الحكم اللي فيها الموظفين المدارس تكلموا باليوناني زي ما انتوا عايزين، بس الناس اللي في الجيش هيتكلموا لاتيني، لان الناس اللي في الجيش دول تبع انا، فهيتكلموا لاتيني، هم اصلا كلهم رومان، حاميات رومانيه اصلا. تمام؟ وقسموا البلاد ساعتها لثلاث اقاليم: سفلى ووسطى وعليا. تاني، البلاد متقسمه ايه؟ سفلى ووسطى وعليا. لو جالك في الامتحان قال لك اسكندريه في مصر العليا ولا مصر السفلى؟ سفلى. السفلى، الله ينور عليك. مصر العليا دي جايه من عند اسوان مستر، ولؤ. ايه؟ ازاي انا مستر السفلى واسكندريه فوق عند الس- البحر المتوسط؟ يا السفلى حبيبي الناحية اسكندريه اللي من فوق فوق. حضرتك. يا حبيبي لا، نهر النيل ماشي ازاي؟ مش نهر النيل بيجي من عند اسوان رايح ناحيه البحر؟ مش طول عمرك واخد ان ايوه، مصب النيل بيصب في البحر المتوسط يا مصطفى؟ ايوه، صح؟ طب هي الميه بتمشي ايوه، من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق. يا راجل، يعني انت لو حطيت ميه على الارض لا، هتطلع من انا الحته قصدي اللي ان هي، فوق؟ بس انا ايه؟ قصدي ان هي تمشي في مصر من الجنوب اه، للشمال يعني. ما هو معنى كده اللي الجنوب ده عالي واللي الشمال واطي، فعشان كده بيسموا اه، الجنوب مصر العليا والشمال مصر الايه؟ يعني السفلى. ماشي ماشي بالعكس يعني. هي مش بالعكس، ده طبيعه الحال، احنا بنرسمها على السبوره بتحس ان الشمال هو اللي عالي عشان جاي من فوق، لكن طبيعه ارض مصر مايله، مايله ناحيه البحر المتوسط، فالعالي تحت. تمام. تمام يا مستر. تمام. يقول لي ملحوظه صغيره كده في الاول، اللي مدينه اسكندريه زي ما هي لسه مركز للاشعاع الحضاري في العهد الروماني، لان هي طبيعي لو الدوله وقعت والحكام ضعاف العلم بيستمر فتره على ما يضعف. احنا لسه كنا كويسين في العلم، كان عندنا جامعه وعندنا مكتبه، فالعلم بتاعنا لسه مستمر شويه. حال اجتماعيه بقى، لو انت بصيت للمجتمع المصري هتلاقي فيه مين؟
في اصلا اليونانيين اللي خسروا اللي هم البطالمه، وهي كليوباترا اللي كانت بتحكم خلاص ماتت، بس اصلا في بطالمه عايشين في مصر. مش كان بطليموس الاول فاكرين لما قال لك كان بيشجع هجره البطالمه لمصر او الاغريق لمصر او اليونانيين لمصر، فالاغريق دول عايشين في منهم شغالين موظفين، شغالين في حرف، في مجموعه من الاغريق عايشين في مصر. في الرومان اللي هيجوا مع الدوله الرومانيه، في يهود عايشين في مصر، في مصريين. فلما نيجي نرتب المجتمع، قال لك اعلى حاجه موجوده هي الرومان. دول الطبقه اللي بتحكم دلوقتي، دول الطبقه العليا اللي في المجتمع، وعددهم قليل وماسكين كل الوظائف العليا. تمام، يبقى دي اعلى طبقه. الطبقه اللي بعديهم ولاد عمهم، ما روما في اوروبا واليونان في اوروبا جنبها، فالطبقه الثانيه على طول طبقه الاغريق. كان ليهم امتيازات كتير زي العفو من دفع الضرائب، ما هو دول ولاد عمهم وحبايبهم يعني. الطبقه الثالثه اليهود، ودول كان ليهم بعض الامتيازات عشان قريبين من الرومان، بيعرفوا ينافقوا يعني، فكان ليهم امتيازات. الطبقة الرابعة المصريين أصحاب البلد اللي هم أكبر عدد في الدولة. دول بقى ما كانش ليهم أي لازمة هنا، ما كانش عندهم أي امتيازات، لكن بيتعاملوا معاملة سيئة وبيكرهوا الرومان جدا، وعلى طول بيعملوا ثورات ضد الرومان، زي ثورة الرعاة والفلاحين في القرن الثاني الميلادي، ودي مهمة. إيه الثورات اللي عملوا المصريين ضد الرومان؟ ثورة اسمها ثورة الرعاة. الرعاة دي كانت إمتى؟ في القرن الثاني الميلادي. هم ليه عملوا ثوره الرعاه؟ عشان الرومان بيعاملوهم معامله وحشه. خلي بالك احنا خدنا في اتنين عاملوا المصريين معامله وحشه. الفرس كانوا بيعاملوا المصريين معامله وحشه، والرومان بيعاملوا المصريين معامله وحشه. الفرس كان المصريين بيكرهوهم والاسكندر جه خلصنا منهم. الرومان المصريين بيكرهوهم، وعمرو بن العاص الفتح الاسلامي هيجي يخلصنا منهم. خلي بالك من الحتتين مش دول. عمرو العصر السنة الجاية بتاع تانية إعدادي؟ ما احنا هننهي السنه دي اللي عمرو بن العاص فتح مصر، ونبدا بقى السنه الجديده مع الاسلام. تمام، فاهمين الجزء ده؟ يبقى انا الفرس المسلمين بيكرهوهم عشان بيفرضوا علينا ضرائب واهملوا الديانه بتاعتنا. ومين اللي خلصنا من الفرس؟ الاسكندر. الرومان المصريين بيكرهوهم عشان كانوا بيعملوا معامله وحشه وبيفرضوا علينا ضرائب برضه، وعملنا عليهم ثورات زي ثوره الرعاة، واللي هيخلصنا منهم عمرو بن العاص، هناخده في اخر الدرس. حاله اقتصاديه بقى، تعالى الزراعه، الصناعه، التجاره. الزراعه نفس اللي عمله البطالمه عمله الرومان. الرومان في الزراعه تقدمت في عهده عشان يهتموا بشؤون الري. اول ما تشوف زراعه رزقها له كده على طول، يهتموا بشؤون الري. ما انا اهتميت بشؤون الري يعني نظمت الميه، يعني هعرف ازرع الاراضي واروي، فيبقى عندي محصول كتير. فاصلحوا شبكات الري وطهروا الترع والمصارف واعادوا بناء الجسور. السياسه الرومانيه في مصر بقى كانت صوره من صور الاستغلال الاقتصادي. اكتبوا على السؤال ده، مهم جدا جدا جدا. يعني ايه استغلال اقتصادي؟ يعني روما كانت بتستغلنا، مش فارق معاها مصلحه مصر، فارق معاها انها تاخد مننا اقصى استفاده ممكنه. طب هي هتستفاد من مصر ايه؟ انها تخلي كل الاراضي اللي في مصر مزروعه قمح، فهم ياخدوا القمح ده ويدوه لسكانهم في روما، واحنا مش مهم ناكل. فروما هناك السكان بتوع روما يحبوا الامبراطور، بس احنا ما كناش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين العيش، في حين اللي في الفتره دي العيش كان بيتفرق في روما ببلاش. ما فيش بقى اسمها طابونه ولا تروح تقف، لا، العيش بيجي لغايه باب بيتك ببلاش من كتر القمح اللي موجود. طب هم كانوا بيعملوا كده ازاي؟ اللي هم كانوا بيزرعوا كل الاراضي في مصر قمح وياخدوه يودوه روما على طول. فمصر كانت مخزن غلال لروما، تاكل شعب روما. تمام، خلي بالك دي مهمه قوي. الصناعه، الصناعه كملت في التطور بتاعها عشان اصلا الاسكندريه كانت مركز للصناعه في مصر. الرومان بقى ما كانوش عاملين زي البطالمه. البطالمه احتكروا الصناعه، لو تفتكر كانوا البطالمه كانوا محتكرين الصناعه، انما الرومان ما اتبعوش نظام الاحتكار. سابوا الصناعه موجوده مع المصريين ما عدا بعض الصناعات الاساسيه. والصناعات اللي كانت موجوده في الوقت ده ايه؟ النسيج والبردي والزجاج والعطور. فركز عشان بتيجي صح وغلط هنا. يقول لك تلاقي نفسك حافظ الدرس كله، بس كلمه الزراعه والصناعه والتجاره انت مش حافظ الدش اللي فيهم. فانا مش محتاج تحفظه بالنص، محتاج تبقى فاهم بس. يعني الزراعه تقدمت عشان هم اهتموا بالري، ومحتاجك تعرف ان الاقتصاد في مصر كان صوره من صور الاستغلال. يعني ايه استغلال؟ لدلل مثلا عشان هم كانوا بيخلوا مصر تزرع قمح وياخدوا القمح ده الروما هناك، مش لينا احنا اللي نزرع وهم اللي ياكلوا. الصناعه اتطورت، وان احنا ما كانش عندنا الرومان ما كانوش محتكرين الصناعه زي ما كان محتكرها مين؟ البطالمه. وكان عندنا صناعات زي النسيج والبرد والزجاج والعطور. هو اصلا في كل الدول النسيج والبرد والزجاج دول اساسيين. الغزل والنسيج عشان بنزرع كتان، اوعى تقول له قطن، مش عايز حد ذكي يقول له قطن، لسه ما كانش فيه قطن. وورق البردي كنا مشهورين بيه، والزجاج عشان من رمل الصحراء. التجاره، الاسكندريه كانت اهم مركز تجاري في البحر المتوسط بسبب الازدهار اللي جه فين؟
في الامبراطوريه الرومانيه. الدوله الرومانيه اصلا كانت مسيطره على البحر كله، فبالنسبه لها اسكندريه التجاره دي كانت تجاره داخليه اصلا كانها مدن. طب ما التجاره شهدت رواج ليه؟ عشان في امن يا مستر، استقرار امن. ما كانش في جمارك بقى، ما هي بالنسبه لهم دي تجاره داخليه. فاكرين البطالمه لما كانوا بيفرضوا رسوم على اي تجاره خارجيه؟ هم ما بيفرضوش رسوم، فبقت الناس بتستورد عادي. والاسكندريه كانت مرتفع مكانتها كميناء ايه؟ تجاري مهم. خلي بالك من كلمه شرق البحر المتوسط دي، بتيجي في الامتحان صح وغلط، يقول لك غرب البحر المتوسط، تروح انت زي الحمار عامله له صح. اسمها ايه؟ شرق البحر الايه المتوسط. الحاله الثقافيه والعلميه، بيقول لي اسكندريه كانت المركز الثاني بعد روما في مجال نشر العلم والثقافه المختلفه. يبقى مين المركز الاول؟ روما. مين المركز الثاني؟ اسكندريه. مستر انت مش قلت لي اسكندريه استمرت كمركز اشعاعي للحضاره؟ اه هي استمرت، ما هي لسه هي المركز الثاني، مع ان احنا اصلا مش مركز الحضاره، ده مركز الحضاره الدوله الرومانيه، فطبيعي روما تبقى المركز الاول. بس كان عندنا في حاجات مزدهره زي الطب والجراحه والهندسه والفلك والتاريخ والفن. ده كمان كانوا في عندنا اقاموا المسارح والاحتفالات الدينيه، بيحتفلوا بالديانه بتاعتهم. ومدينه الاسكندريه خلتها تستضيف العلماء في كل العلوم، كان اي حد عايز يتعلم يجي عندنا اسكندريه. اخر حاجه العماره في الدرس، بيقول الرومان كانوا عملوا البوابات والمسارح واقواس النصر والحمامات العامه والمعابد. المعابد انتوا عارفينها، والحمامات العامه طبعا مش محتاجين يعني حد فيكم ما يبقاش عارفها يعني. اقواس النصر دي كانوا بيعملوا كده زي مبنى كده على شكل قوس، تمثال يعني على شكل قوس احتفالا بالنصر، ويحطوه كده على اول المباني كده واول المدن. المسارح كان الرومان عندهم زي مسارح كده بيتعمل فيها نشاطات رياضيه. البوابات اللي كانت بتتبني على المدن، يعني يخلي المدينه حواليها سور وقدامه بوابه عشان يحمي المدينه. والمعابد اللي كانوا بيبنيها الرومان، لا اما كانت بتبقى على الشكل الروماني شبه اللي في روما، او الاغريقي اللي هو بتوع البطالمه، المعابد اللي كانوا البطالمه بيبنوها. وفي منها على الطراز المصري، في منها شويه على الشكل المصري. تمام. الدرس ده مهم يا رجاله قوي، والمره الجايه انا همتحن عليه. تمام. المره الجايه احنا هنمتحن على الدرس ده اللي هو يوم الجمعة الجاية. الجمعه الجايه. انما طب سبت وحد واثنين هنمتحن على اللي احنا واخدينه. احنا كنا واخدين مين؟ خدنا البراكين لو تفتكروا، وخدنا الاخطار الايه. مستر احنا اللي عندنا من الاثنين. في ناس بتاخد سبت وناس بتاخد حد وناس بتاخد اثنين. اه تمام. حضرتك قلت 6 1 2. ما انا بقول الناس اللي هتمتحن سبت وحد واثنين بقى، اللي هم اول الجزء الاولاني من الاسبوع، هيمتحنوا على ايه؟ في ناس هتمتحن على البراكين اللي هو الدرس الاولاني كله. انا بقول اهو الدرس الاولاني كله مش نصه، يعني البراكين والزلازل مع جزء من الدرس الثاني اللي هو كان فاكرين احنا خدنا ايه؟ الفيضانات والسيول اللي هي اخطار من فوق الارض. يبقى اخطار من باطن الارض اللي هي البراكين والزلازل، والجزء من الدرس الثاني اللي هي الفيضانات والايه؟ والسيول. ده الامتحان بتاع نص الاسبوع الاولاني، وان شاء الله هنكمل ونخلص المنهج اللي في الاسبوع ده. في حد قاعد مش فاهم حاجه؟ لا. طيب يوم الجمعه الجايه بقى هنمتحن، هنمتحن على الدوله الرومانيه وناخد الجزء الثاني اللي هو مصر والمسيحيه، ونبقى خلصنا التاريخ. يبقى احنا ماشي. الجمعه الجايه هنخلص التاريخ ان شاء الله. تمام. بالنسبه اللي ما حضرش او كده بلغوهم اللي شويه، وهتلاقوا البتاع مرفوع على اليوتيوب، الشرح ده مرفوع على اليوتيوب. حد محتاج حاجه تاني؟ لا. شكرا. شكرا.